اوعى تبقى زي الساعاتي اللي فضل عمره واقف مكانه مستني الحظ يآتي. بص يا سيدي، هحكي لك حكاية الساعاتي. طبعا المثل بيقول لما الحظ يآتي يخلي الأعمى ساعاتي. لكن حكايتنا النهاردة عن واحد عنده محل وشغال ساعاتي، ومحل كبير وجميل وفي وسط البلد. بتعامل معاه من 20 سنة. كل ما اروح اصلح عنده ساعاتي يشتم على البلد ويشتم على السياسة ويشتم على الاقتصاد. ابص لهدومه الاقي نفسها ما بتتغيرش، حتى الكرسي اللي هو قاعد عليه ما بيتغيرش ولا بيتكسرش. استغربت، قلت له يا عم هو انت دايما بتشتكي كده؟ ليه ما فكرتش تستثمر؟ ليه ما فكرتش تشتغل شغل تاني؟ قال لي شغل تاني ايه؟ الدنيا واقفة، الدنيا غالية. قلت له طب انا عندي ليك فكرة حلوة قوي. المحل بتاع حضرتك ده واسع وفي وسط البلد، وحضرتك شغلك بسيط ومش محتاج غير مكتب صغير. ليه حضرتك ما تجيبش حد يأجر معاك المحل ده؟ يعني المحل ملكك وهو يأجر منك مكان مثلا. قال لي والله فكرة. المهم في الزيارة اللي بعد كده لقيته مأجر لواحد بتاع موبايلات صيانة وواحد بتاع موبايلات اكسسوار وكام حاجة كده، وأصبح دخله 40,000 جنيه في الشهر. لما رحت له فرح قوي وقال لي فكرتك كانت جميلة ومرضيش ياخد مني تمن تصليح الساعات، وبطل يشتم في الحكومة وبطل يشتم في اقتصاد البلد. قلت له يعني العيب ما كانش في البلد ولا في اقتصاد البلد ولا في الحكومة، العيب كان في فكرك وفي اسلوبك. انت عايز تغتني؟ اشتغل، استثمر، اجتهد. اوعى تفتكر ان الحكومة في اي دولة بتغني الشعوب. الحكومة اخرها تأكلك وتنيمك وبالعافية. الحكومات يا جماعة ما بتغنيش الشعوب. إلا ما اغتنيتوا أيام الانفتاح الاقتصادي أيام الرئيس الراحل السادات، هتختنوا أيام الحروب وأيام التضخم وأيام الكورونا وأيام كل ده. يا جماعة لو انت عايز تغتني اشتغل، اشتغل.